السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم النهارده بفيديو جديد على قناه جرين بلاي. الفيديو النهارده هيكون بيتكلم عن اي حد يقول لك شيل الازهره او شيل الزهور اللي بتبقى على النبات وهو صغير عشان بعد كده لما يكبر يطلع لك انتاج احسن. اوعى تعمل كده، لانك انت كده بتضعف من النبات. ليه يا ابني انت بتعمل كده؟ انت كده كانك بتقول للنبات ما تطلعش زهور تاني. انت كل ما بيطلع وهو صغير عمال تشيلها، كل ما بيطلع وهو صغير عمال تشيلها. انت كده كانك بتقول له اوعى تطلع حتى لما تكبر، كانك بتقول له كده. وكمان برضو لما يجي حد يقول لك شيل الفروع اللي هي بتبقى من تحت ديت عشان بعد كده بقى النبات يطول ويعمل. اصلا النبات بيبقى ليه حد معين من الطول ومش هيطول عنه اصلا. مثلا زرعه البطاطس اللي ورايا ديت هي حدها مش هيطول اكتر من اللي قدامك دوت. فانا حتى لو فضلت اشيل في كل الفروع اللي تحت هتفضل كده برضو، هتفضل كده بنفس الشكل. فاي حد يقول لك شيل الزهور عشان بعد كده تطلع انتاج احسن، اوعى تشيل الزهور. اي حد يقول لك شيل الفروع عشان هتطول وعشان هتبقى متر واتنين وتلاتة، اوعى تشيل الفروع، لان اصلا كل زرعه ليها حد معين من الطول وبعد كده بتقف من عندها. زي البطاطس اللي قدامك ديت بالظبط، انا شلت كل الفروع اهي من تحت خالص، اهي مفيش فروع مفيش فروع مفيش فروع، شلتها كلها شلتها كلها. وجيت هنا سبت بقى الفروع، سبتها تطلع. هل بعد ما انا شلت كل الفروع اللي تحت زي ما الناس قالوا لي الزرعه طولت عن اللي هي المفروض كانت هتطول عليه؟ لا، هي اصلا حجمها الطبيعي ان هي تطول عند مثلا 140 سنتي او 130 سنتي. هل بقى انا بقعد اقطف فيها واعمل فيها واشيل منها كل الفروع هتبقى مثلا 3 متر توصل لغايه السقف؟ لا، هي برضه هتبقى نفس ال 130 سنتي او نفس ال 140 سنتي. عمرها ما هتطول اكتر من كده، لان هو طولها الافتراضي او طولها الطبيعي ان هي هتطول لغايه 130 او 140 سنتي. طب مثلا ما دي اللي تحت ديت انا برضو شلت الفروع اللي هنا، ليه ما طولتش؟ لان هي نوع البطاطسايه اللي انا حطيتها مش هتطول اكتر من كده، فمهما انا شلت مش هتطول اكتر من كده. وهنا برضو الفرع ده برضو شلت كل الفروع اللي تحت اللي هي ايه طالعه الورق اللي تحت، ليه برضو ما طولتش؟ لان هو طوله كده، هو طوله كده، فمهما شلت مش هيكبر. زي ما انتوا شفتوا كده في زرعه البطاطس، مهما شلت الفروع هي مش هتطول. هي عمرها قصدي هي طولها مش هيطول اكتر من كده. فمهما انت شلت الفروع مش هتطول اكتر من كده. فيه ان انت ما تسمعش اي كلام اي حد، لان ساعات هما بيبقوا بيفتوا، ساعات بيبقى هما بيفتوا ومش عارفين اي حاجه. خلصنا الفيديو، متنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب ونشوفكم في فيديوهات جديده. يلا سلام.